ابسط يا عم، دراسة جاية لك تقول لك احذر الذكاء الاصطناعي بيبطئك مش بيسرعك. إيه ده يعني هو ممكن ما ينافسكش؟ إيه ده؟ طب تخيل نشوف الكلام دوت بيتقال إيه ومين اللي قال الكلام دوت حسب الخبر اللي نشرته رويتر. هتلاقي ان ميتر وديت اي اي ريسيرش نون بروفيت اورجانيزيشن عملت استادي ولانها المفروض يعني انها محايده، فالاستادي ديت ممكن تكون بدرجه كبيره بت بتشيد لايت او بتسلط الضوء على حاجه جديده ومهمه. هي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان في ناس كانت بتستخدم كيرسر، طبعا مش هتفرق بقى استخدم كوبايلوت وات ايفر يعني. لقوا ان النتائج مختلفه عن النتائج اللي احنا اعتدنا عنها في كل الكلام اللي بنسمعه قبل كده او الدراسات اللي ممكن تكون اتنشرت قبل كده. ايه ده؟ عايزين بيقولوا ايه يعني؟ بيقولوا ان لما جابوا مجموعه من السينيور ديفلوبرز، وانا هنا بقول لك سينيور ديفلوبرز، وسالوهم انت متوقع الاي اي هيساعدك بمقدار قد ايه؟ قال هيخلينا 24% فاستر. طيب انت بعد ما عملوا البرمجه طب انت حسيت ان هو سرعك بقد ايه؟ قال له انا حسيت ان هو سرعني بحوالي 20%. وعلى فكره ده كان احساس بيجي لي احيانا. انا كنت دايما بحس ان هو سرع لي بمقدار حوالي 20%، وهتلاقوا في بعض الفيديوهات ليا. واحيانا بحس ان هو بطأني شويه. الشاهد أو ما سرعنيش ممكن أقول. لكن الدراسة وصلت لأن النتيجة إن هم كانوا أبطأ بمقدار 19%. هي دي الحقيقة. الله، أمال التباطؤ ده جه منين؟ التباطؤ دوت جه في الحقيقة من إن السينيور ديفلوبرز معتادين على إن هم يراجعوا كود بدرجة كبيرة ويتأكدوا إن هو ماشي حسب الرولز وحسب الجنرال ستايل بتاع الكود. فهم نتيجة لهذا التأكد ونتيجة لهذه المراجعات واهتمامهم باليونت تيستنج والتيست اوتوميشن، بينتج عنه ان هم بيبذلوا وقت في الفاليديشن بتاع ناتج الاي اي قد يستغرق اكتر من الوقت ان هم يعملوا امبلمنتيشن من الاول للكود بايديهم. يعني انا كان مضحوك عليا في موضوع الانتاجيه ده. لا ما آه، تضحكش عليك ولا حاجة والله، ممكن برضه عشان يبيعوا. بس الشاهد ان الدراسات القديمه كانت مركزه على الانتري ليفل والجونيورز، اما الدراسه ديت ركزت تركيز مختلف ان هي ركزت على السينيور ديفلوبرز. وفعلا السينيور ديفلوبر عاده بتلاقيه بيراجع الكود باهتمام اكتر من الجونيور. وحصل ليا ان لما ابتدينا نعتمد الذكاء الصناعي في بعض اعمالنا، لقيت ان بعض الاكواد اللي جايه لي من الجونيورز ممكن تكون فيها اخطاء، برجعها تاني للجونيور واطلب منه تعديلات. ويبدو ان الجونيورز او الميد ليفل مش بيهتموا بالمراجعه بدرجه كبيره جدا للكود اللي بيتكتب، وبيدوا درجه عاليه من الثقه، هما بيجربوه اذا اشتغل يبقى كويس. لكن السينيور لا، بيبص على الكود وبيتاكد ان الكود بيحقق اللوجيك المطلوب منه. ويمكن هو ده سبب التباطؤ الحقيقي. ولكن في الاخر في دراسات بتقول ان الانتري ليفل والجونيور بيصلحوا من 24 ل 50%، والدراسه الجديده ديت بتحطنا قدام واقع جديد بيقول لك ان هي ممكن تبطئك بمقدار 19%. الدراسة سألت السينيورز طب انت بعد ما عرفت اللي حصل دوت هتستعمله؟ قال ايوه برضه هستعمله. وفي الحقيقة ما انا برضه بستعمله. هو بيساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا ما نخش في حكاية عارف الوايت بورد سيندروم، ان انت بتبدأ من اللا شيء. فهو على الاقل بيقدم لك حاجة تبدأ تفكر فيها. اعتقد برضه هي عاملة زي ما تطلب من حد كده جونيور ان هو يعمل لك جزء من الكود عشان تشوف فكرة معينة عندك تطبق ازاي، فانت مش عايز تصرف الوقت انك تقعد تكتب فيها. ده بيعمل نوع من انواع الكسل الدماغي من ناحية كتابة الكود بالنسبة للسينيور، وبيخليه يركز أكتر في أفكاره بالنسبة للديزاين وإزاي يحل المشكلة. هل ده أفضل؟ هل ده أوحش؟ ما نقدرش نعرف لسه. الزمن إن شاء الله شايل لنا كتير، هنشوف حاجات كتير هتحصل لنا. لكن الدراسة دي حسيت إن هي مهم جدا إن إحنا كلنا نعرفها، عشان كل الناس بتقول لك جملة واحدة: ال AI هيستبدلنا، ال AI هيسرعنا. طلع ال AI مش هيسرعنا، وفي بعض الأحيان مش هيستبدلنا. والله المستعان. أشوفكم على خير، وشكرا لمتابعتكم، وما تنسوش لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لإخواننا هناك برضو.